صلي بينا على النبي كده. وقبل ما ندخل في الفيديو شوفوا اللي هيحصل دلوقتي بالبنات واحنا بنغرف الاكل. قبل اي حاجه وقبل بسم الله الرحمن الرحيم وقبل الاكل ما يجهز كانوا بيتسابقوا ان هم يخلصوا طبق الرز. يا جماعه ده رز الصياديه اللي بيتعمل جنب السمك، من الحاجات الجامده جدا جدا جدا. فلو عايزين تشوفوا الطريقه وتشوفوا الفيديو بتاع السمك تابعوني وكملوا الفيديو للاخر، بس ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا كومنت حلو. بصوا بيتسابقوا كده واتكسفوا جدا لما عرفوا ان الكاميرا مفتوحه، يعني هم لحد الان مش عارفين ان الكاميرا مفتوحه. اتفاجئوا بقى دلوقتي ان الكاميرا مفتوحه وهم عمالين ياكلوا في الرز. فنبدا كده بالصلاه على النبي. اول حاجه الروتين بتاعنا، انا صحيت من النوم كنت كان عندي شويه مواعين واخر الشهر بقى وكان المنظفات خلصت. بعت جبت كيلو صابون اللي هو السايب ده وحطيته في ازازتين وابتديت هعمل حاجتي منه. طبعا ما كانش في حد في البيت وقت ما انا كنت بعمل الحاجات دي. فقلت بقى ما ينفعش اسيب لهم المواعين، يعني حرام بجد. فدخلت كده خدت ماتش كده في المطبخ. ابتديت بالازايز والكوبايات والحاجات اللي زي كده، وبعد كده هكتب بقى المواعين الباقيه. وهقول لكم بقى انا اليوم ده جاي لنا سمك كده شحاته من بابا الله. انا بكلم بابا وبقول له يا بابا نفسي في السمك السواردية ومش موجود ومش لاقياه ومختفي وليا سنه بدور عليه نفسي فيه. فقال لي ماشي، قلت له، قال لي لو لقيت اجيب لك، قلت له انا عايزه 2 كيلو. فهو ما كدبش خبر. الكلام ده كان يوم الاربع. يوم الجمعه لقيته بيتصل بيا بيقول لي بعتي حد ياخد السمك. طبعا ما كانش في حد يروح له في اليوم ده. يوم السبت لقيت اخويا جايبه وجاي. فهتشوفوه بقى جايبه لي بالشنطه كده. وجاي لي اللي هو امسكي بقى اللي انت طلبك اهو، اللي انت عايزاه اطلبي بس واحنا نجيب. فلو اول مره تشوفوني انا ايمان ودي قناتي، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا كومنت حلو وتابعوا الفيديو عشان وصفه تتبيله السمك بصراحه خطيره. السمك كان النوع ده كان وحشني جدا. مش محبب للولاد عشان مش متعودين على طعمه. ما كان يعني مش عارفينه. هم عارفين التونه البولتي كده لكن مش عارفين طعم ده خالص. فحبيت ان انا اعمله عشان انا نفسي فيه. كان نفسي شويه سمك متحمرين جنب شويه رز على قديمه، يعني اللي هو الحاجه بتاعت زمان دي. وسنين سنين انا تقريبا من 16 سنه ما اكلتوش. كان وحشني جدا. ودايما بجيب بولتي واجيب تونه وكده وما بفتكرش ده خالص. ولما افتكرته لقيته اختفى. فعشان يعني عشان كده طلبته من بابا وكده، لان انا عارفه ان هو هيدعبس عليه ويلاقيهولي. من الاخر من الحاجات الحلوه قوي اللي بسطتني جدا ان هو تاني يوم على طول، يعني الاربع بالليل الجمعه الظهر لقيته بيتصل بيا ويقول لي بعتي حد ياخد السمك. فدي كان من الحاجات الجميله قوي. هنا كده بقى دعكنا شويه المواعين اللي عندنا اللي حيلتنا. يا جماعه انا بعمل خلطه توابل حلوه قوي واحط منها في الاكل. الولاد بيحطوا منها على الاندومي بتبقى جميله. في الكشري في الحاجات اللي زي كده في الاكلات بتبقى طعمها تحفه. ميكس ده توابل معين. انا لسه عامله الخلطه دلوقتي بس ما صورتهاش للاسف. بس لو حابين ان انتوا تشوفوها وتعرفوا خلطه التوابل اللي انا بستخدمها في الاكل بتاعي سيبولي كومنت وانا هعمل لكم الوصفه بتاعتها. المهم بقى المواعين في اليوم ده كان كتير جدا. الحله دي انا بحبها قوي بتاعت جدتي فمحتفظه بيها ما اقدرش استغنى عنها، يعني قديمه ومن زمان وكده. بس انا حباها مش بستغنى عنها خالص. في حله كمان استانلس برضو كان هي مديها لي. برضو بحبها جدا، بحب اعمل فيها اكل. هنا كده بصوا الحوض بتاعنا بيبرق مرايه. لازم حوضك يبقى نظيف، يعني ما تخلصيش المواعين وتقولي هسيب فيه حاجه، لا لازم تسيبيه بيدور كده. نملى بقى القلتين اللي حلتنا. عندي قلتين كده جمال او ميتهم عامله زي الفلتر بالظبط. ده بقى السمك. بصوا كيس السمك كده جميل والله العظيم. يعني انا كفايه دخلت اخويا عليا كده فجايب لي كمان الحاجه اللي انا نفسي فيها، فدي كان جميله قوي. ربنا يخليهم لي يا رب، يخلي بابا واخواتي. ده بقى شكل السمك اهو اللي انا كان اللي انا بقول لكم نفسي فيه ووحشني والكلام ده. ابتدي اشطفه احطها بقى في ميه عشان يفك لانه كان متلج جدا وانا كنت مستعجله عايزه اعمل اكل بسرعه. انتوا عارفين السمك ده متوفر عندكم ولا لا؟ عشان هو مش كانش موجود عندي. هنا كده قعدت اشتريت، مش بقول لكم اخر الشهر نص كيلو زيت ونص كيلو دقيق، اللي هو حاجتي كلها كده فرط في اخر الشهر عشان الميزانيه.
احنا كده بقى نجيب راس توم كبيره وندقها عشان نعمل بيها الخلطه. يعني انا بحاول ايه عقبال السمك ما يفك، بشغل نفسي في كذا حاجه، اللي هو اعمل كذا مرحله عقبال السمك بتاعي ما يفك. شفتوا دقيته خلاص، ما خدتش وقت. دي كزبره، الكزبره الخضراء بتخلي طعم السمك جميل جدا، احلى من البقدونس. وبعدين انا بحب الكزبره لان البقدونس بيشرب زيت، الكزبره ما بتشربش زيت. عشان كده تلاقوا محلات المشويات دايما يحطوا لك تحت المشويات كزبره بقدونس، عشان البقدونس بيشرب الدهون اللي بتنزل والحاجات اللي زي كده. وتلاقي ناس بقى مزاجها تاكل البقدونس اللي تحت الحاجه ده، انا منهم يا جماعه. بيبقى طعمه حلو جدا لانه شارب من الدهون بتاعه الاكل، بس هو غلط يعني، هو مضر جدا. هنا كده دقيت الفلفل. بصوا يا جماعه، لما تيجوا تعملوا قرنبيط، تعملوا سمك، تعملوا الحاجات دي، ابعدوا عن الكبه. يعني ما تستخدموش الكبه. ليه؟ لان انت لما بتدقي الحاجه كده بتطلعي الطعم بتاع زمان بتاع الامهات، اللي هو انت بتدقي الخلطه بتاعتك بتبقى الطعم القديم قوي. هنا دي كزبره وثوم وفلفل حراق ومعلقه هريسه شطه. خلاص احنا بنحب الاكل يبقى فيه طعم السبايسي كده. نجيب بقى ليمونتين 3 كده نعصرهم عليه، نحط التوابل بتاعتنا ونقلب الخلطه دي ونركنها على جنب وننضف السمك. ده كده الملح، ملح وكمون. بصوا جايبه والله ب5 جنيه كمون يا جماعه. اخر يومين في الشهر كانوا صعبين جدا. هنا شويه كزبره صغيرين وسنه شطه، كمون وملح وكزبره وشطه ومعلقتين خل وليمون، ونقلب على كده. الخلطه دي لاي حشوه سمك، يعني هتعملي البولتشي اعملي الخلطه دي برضو. ممكن تبشري معاها حته جوز الطيب لو عادي انتي بتستخدميها، لو بتستحرمي خلاص اوكي، بس هي بتفرق في طعم السمك وخاصه السمك المشوي. هنا بقى خلصنا، نمسك بقى ايه، نشوف كيس نحطه عشان نرمي فيه بقى الحاجات اللي انتوا عارفين، الراس والحاجات اللي زي كده. هنذبح السمكية ونقصقص بقى الحاجات الزعانف، الحاجات اللي جنب الخياشيم، السلسلة اللي هي من الظهر دي ومن عند البطن برضو في منها. كل الحاجات دي بنقصقصها كده علشان خاطر ما نخليش ايه. ونفتح السمكية وننضف بطنها ونطلع العرق الاحمر اللي في النص ده والاسمر ده، الدم يعني. عامه بتنضفيها كويس جدا تحت الميه اهو. شفتوا ده كده؟ انا هوريكم سمكه او 2 وبعد كده هكمل الباقي لوحدي. فبعد ما بعمل كده همسك بقى السمك ايه، هقطعه سمكيه على حتتين، سمكيه على 3 حسب حجم السمكيه. عشان هو ده اللي انا كنت حاباه في الوقت ده، ان انا عايزه اكل السمك بالطريقه دي، اللي هو متقطع كده ومتحمر في الزيت بشويه دي، اللي هو بتاع زمان قوي. في طرق كتير الواحد بيعملها، بس الطريقة القديمة الواحد بيوحشوا الأكل القديم بصراحة. هرجع أكمل بالمونتاج عشان كنت وقفت شوية. هنا كده قطعت السمكة 2 زي ما قلتلكوا، في سمكة تنفع تقطع 2 وسمكة ينفع تقطع 3 حسب حجمها. ده شكل بنضف تاني. وبقطع الراس، بقطع الحاجات البارزة دي، بكحت السمكة عشان ما قلتلكوش ان انا المفروض ان انا مكحت السمكة كده عشان بيبقى فيها قشر كده زي السمك البلطي بس مش كتير زي البلطي. ونقصقص الكلام ده ونبتدي بقى ايه، نفتح بطن السمكة وننضفها كويس المهم ان احنا نعمل الحاجات يعني، ننضف سمكنا كله وبعد كده نبتدي بقى ايه، نحط له ملح، نحط له ليمون، الكلام ده. لان الليمون من الحاجات اللي بتشيل الزفارة فظيع. الخل هيهري السمك، لو حطيت خل في الوقت ده هيهري لك السمك. فانتي بتحطي ليمون وبتحطي ملح وبس على كده وتقلبيه كويس وخلاص. ممكن تحطي معلقتين خل زي ما حطيت كده في التتبيله، لكن تحطيه اساسي في نقع السمك كده، وان انتي تركني بيه السمك شويه هيتهري منك. هنا طبعا لازم ميه جاريه كده عشان خاطر ايه، تطلعي كل فسفوسه فيه. طبعا الحوض بيتسد مني ويتملي وافضيه وحاجات كده يعني، عادي. ده الطبيعي بتاعنا كلنا كستات بيوت، بنقف محتاسين في المطبخ، بنحاول الحوض ما يتمليش على الاخر عشان ما يغرقلناش الارض. دي كده كان كبيره شويه، فبصوا قطعتها 3. القطعتين منها بيشبعوا يعني. المهم خلصت الكميه كلها وبعد كده اعصر عليها ليمون وملح، اقلبهم واسيبهم شويه وابتدي اعمل الرز بتاعي. طبعا الرز الصياديه تحفه تحفه تحفه، من الحاجات الجميله جدا اللي تعمليه بقى جنب جمبري، جنب سمك بولتي، جنب اي نوع سمك بتعمليه، اعمليه جنب الرز الصياديه، ده جميل جدا.
هنا بصوا ذات الكيس خرمنا خرم فيه عشان نشتغل منه، علشان خاطر احنا مشتريين نص كيلو زيت يا جماعه عشان نعمل اكلنا كده. ضربت بصلايه في الكبه عشان تبقى ناعمه وما تبقى الزهره قطع كبيره. نقلب بقى البصل لحد ما تحمر، تتحرق مننا كده، يعني تبقى داخله على حرقان، هي مش بتتحرق تتحرق، لا هي بتبقى احمرت قوي. وبعد كده ننزل عليها بميه مغليه، ميه بارده عادي اللي يعجبك يعني. بصوا هنا البصله خلاص اهي، ننزل عليها بميه بقى. انا الكاتل بيساعدني شويه ان انا ببقى الميه سخنه فما بحتاجش، خلاص بحط ملح وكمون نظبط الحقيقه بتاعنا وننزل بالرز. هنا كده استسهلت وفتحت الكيس وكبيته، لان انا عارفه نوع الرز بتاعي كويس نظيف، مش محتاج ان هو يتغسل، يعني عادي لو ما اتغسلش. هنا كده بقى نحشي بقى السمك، شطفناه نبتدي بقى ايه نحط له الحشوه بتاعته. وعملنا الطحينه، الطحينه سهله جدا بقى، نحط زيت، كمون، شطه، ملح، طحينه، نقلبهم مع بعض، ننزل بشويه خل، معلقتين 3 خل، وبعد كده نحط الميه بتاعتنا حسب القوام بقى اللي انت عايزاه. والطحينه لو دايما اعمليها من بدري وخليها مركونه، علشان خاطر كل ما بتقعد كل طعمها بيبقى بيزداد حلاوه وتبقى احسن يعني. يعني كده ده السمك اهو. نجيب بقى شويه زيت مكان تحمير الفراخ الشامورد بتاع من كام يوم دي، فخساره شويه الزيت حرام يعني، هنوديهم فين؟ فجبنا مكان الفراخ الشامورد وقلنا نحمر السمك، وكمان عشان ايه نخلي الزيت اللي عندنا ده ينفعنا في يوم تاني. هنا اول الزيت ما سخن نزلت بقى عملته بالدقيق كده والنشا. طبعا دي انتي محيقاه بملح وكمون وخلاص على كده. مقلبه الدقيق بملح وكمون، حاطه عليه معلقتين نشا، وابتديت اقلب فيه السمك. نجيب بقى طبق التقديم على طول، احنا مش لسه هنطلع على 50 طبق، انتي الرز بيستوي عقبال ما يستوي تكوني حمرتي الكميه كلها. انا اخويا وولادي كانوا واقفين ورايا في المطبخ يا جماعه، حارسيني مستنيني اخلص. لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش الاشتراك يا قمر عشان انزل لكم كل جديد ان شاء الله. هنا كده بقى ايه ديكوا شايفين يعني زي الطاسه ما بتاخد بنحمر فيها. نقدم بقى الاكل بتاعنا، والبنات ما عتقوهوش عقبال ما خلصت. البنات فضلوا يعني ايه بيتسابقوا كده ان هم ياكلوه. الرز طالع مولع نار سخن. طبعا كنت بعمل يعني برص الصينيه وبكمل احط رز واحط حاجات، ومش مركزه مع حد، يعني انا مش مركزه مين بقى اللي ورايا. فاكتشفت بعد كده في التصوير ان هم واقفين بقى ايه بيزوروا الاكل، بيجهزوا المعالق وبيقسموها مين هياخد ايه. شفتوا؟ ادي الكاسفه يا حازم يا حازم. طحينه بقى ورز وادي مش عاتقين يعني. بألف هنا يا رب على قلبهم، بألف هنا وشايفه لأي حد كل منه. اشوفكم في فيديو جديد.